يحسب ويودع الكرة الماضية. صرخة مشعل يسجل سفير هذا الشمري. مشعل الشمري حلوة 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 الشمري حلوة حلوة يا مشعل. طالبة كانت أيضا من داوود لكن يسجل الهدف الثاني ومشعل لكن لم يستطيع سعود أن يعيد آمال الفريق في العودة في النتيجة. فيما كاظمة يريد أن يعزز، يريد أن يتقدم، يسجل في المرمى. جول من مشعل الشمري. لا بد من عودة يا كاظماوي بروح مغايرة. كاظمة بصفحة جديدة عنوانها الأمل، عنوانها الفرح. بلا شك يفكر في النقاط الثلاث. يا سلام جميلة إلى أنس العوضات. الله يا مشعل يصل كاظمة سريعا مع انطلاقة شوط مدعاني. الله على تمريرة المغربي وتصويبة الأردني. الجهة اليسرى لحق عليها. نعم وصلت الكرة في عرضية مرور. يا سلام هدف أول لكاظمة على راسية تعانق الشباك، تعانق الشباك. نعم كاظمة لن يكون ماكينة صناعة أهداف وماكينة صناعة لعب من الطراز العالي. النشمي شوف عرضية الأردني وهنا ينجح مشعل في تسجيل ثاني هدف. نادي كاظمة لتصبح المباراة أكثر صعوبة على نادي اليسرى. أنس يحاول وبالاستلام الأول اللمسة الأولى ممكن تكون خطيرة. محاولة المباراة والأسف يتشبث في أمل استكمال هذه اللعبة جميلة بالكعب إلى أنس. أنس دخل نعم من المنطقة الخاطئة. سامسون برافو تمريرة عادت الآن لمنتصر الحتامي خطيرة. الله مع كنيولا. سامسون كنيولا يودعها في شباك الخالدي. يوسف طبعا في مناسبتين وبكأس ولي العهد. الكرة تعود من مشعل. تمريرة ذكية يا سلام على كاظمة. الله من سامسون كنيولا. مشعل الرايق اليوم. الله يلا سجل. وسامسون هذه الكرة عن طريق إيغور روسي. وهنا الخطأ اللي كان موجود، خطأ كان في تدخل عنيف للغاية عن طريق أحمد والاصطدام اللي كان موجود بالركبة في ظهر اللاعب مشعل الشمري. لكن عاد إلى مناطق الدفاع وفي 6 لقاءات فقط في الدوري. هذا الاصطدام اللي كان 1000 جانبية لصالح كاظمة. تقدم الجهة اليسرى مر فيها وخطأ لصالح كاظمة أيضا. عندما كان لاعبا للنصر اللقاء انتهى بفوز. هذه اللقطة اللي كان فيها تدخل على اللقطة. إصابة يعني على بدر جمال. صورة ممتازة. شوف الكرة هانسل كان يسجلها. مثل هذه ما كانت تضيع على زباتة. والله أي ارتداد هجومي. ضم إلى فريق برتقالي في الكرة الكويتية اسمه كاظمة. لكن هذا مشعل لمصلحة كاظمة. البحث عن الضربة الأولى، عن البداية. دودو في الكرة الماضية. حوار برازيلي في الكرة الماضية بدأت من مشعل ثم دودو. يريد أن يقدم مثل هؤلاء النجوم الذين يستمرون مع المنتخب الكويتي أو حتى
الممتازة هنا في الدوري الكويتي لمجابهة خصومهم في مثل هذه اللقاءات. عادت الكرة مرة أخرى موسم مع الفحيحي، الكرة تمر إلى الجهة اليمنى. يا سلام يا سلام على المرور، تقدم عرضية لكن وين الفحيحي على كاظمة في الدوري كان في 19/10/2020 نتيجة 1-0 هدف. مشعل الشمري جهة اليسار بيستخدم الكرة لصالح نادي كاظمة. مشعل الشمري بيغير ناحية اليمين، ممتاز. روح الآن هجمة عكسية ممتازة من مشعل الشمري، أكثر من 3 لاعبين بالمقدمة الآن والمحاولة ليلام. تعود مرة أخرى، يريد مشعل الهدف الثاني. شوف مشعل يحاول بتمريرة بندر، التمويه والتسليم. أكيد عبد الرحمن المجدلي في هذه المباراة. عادت الكرة في انطلاق عن طريق مشعل والانطلاقة. لا زالت الكرة بالمهارة والحلول، هو الذي سجل أولى الأهداف، وهو الذي يحاول أن يجد الهدف، وهو الذي يحاول أن يجد الفرصة خطيرة. من 24 سنة، المولود في كينغستون عاصمة جامايكا. هنا تمريرة ذكية من مشعل خطيرة لكاظمة. يا سلام، الحتامي في المرمى جول. شهدنا من خلالها هجمتين حاول من خلالها القادسياني يسجل. نتكلم عن اللاعب الأردني أنس العوضات اللي اليوم يلعب هذا اللقاء ويحاول أن يبرز نفسه بشكل كبير. انتصار بلا شك يعيد الثقة، انتصار حتى الآن يعني يعزز من طموحهم في التواجد بين الستة الأوائل. هذه تمريرة، هذا جراح، الله مشعل التمريرات الماضية، ولكن جراح يضيع الفرصة الماضية. الثانية خسارة من القادسية، الآن يتطلع في مباراة الثالثة في أن يحقق الانتصار. يا سلام يا مشعل على تمريرات مشعل وصلت إلى سامسون على بطولة الدوري، لا على مستوى الهروب من تفادي الهبوط، لكن هذا مشعل، هذا الفنان، هذا المتميز، هذه لكاظمة، هذه الفرصة الصدى. تلك الفترة كان أحد لاعبي نادي الوحدة الإماراتي. هذه الكرة اللي تقدم فيها مشعل الشمري، التدخل كان من أن يحارب على كرته ويستند على جهة اليسار، لكن ضغط عالي عن طريق مشعل مرزوق ورفاقه يحاولون أن يجدوا الكرات السريعة، ولكن المشاهد ناصر فالح بكرة أمامية، انطلاقة تأتي لمصلحة مشعل الشمري. ربما مهارة مشعل، ربما براءة مشعل، ربما تمريرة مشعل خطيرة لكاظمة. الله على العجاجيب، هذه الكرة اللي ضاعت لكاظمة اللي كانت أيضا من مشعل الشمري. حتى الآن يوسف ناصر ب5 أهداف، هداف تاريخ لقاءاتهم في الدوري. أول لقاء جمع بين الفريقين كان عرضية قد تأتي في تور، ممكن يمر لكن كرته مقطوعة. يا سلام يا سلام، في الجهة اليمنى مر فيها فريا، عرضية تدخل يأتي من مشعل إلى خارج الملعب. الموسم كلاعب للتضامن سجل هدف في مرمى كاظمة، لذلك نايف زويد سجل 3 أهداف. إلى محمد الفارسي صاحب 32 سنة، صاحب الخبرة الميدانية كاظمة السابق. بالمناسبة محمد الفارسي فاز بكأس كبير مع نادي كاظمة. الله دحام الكرة بشكل رائع جدا عن طريق عبد المطاوع، يحاول فيها مرة الأولى والثانية اللي تذهب الكرة. ربما 5 مباريات من أصل 6 مباريات نادي كاظمة. الكرة تعود مرة أخرى إلى مشعل الشمري. يا سلام، يتخلص بشكل مميز. مشعل ما زال في محاولة من أجل الوصول. حيحيل برباعية نظيفة في مرمى نادي كاظمة، لكن المعطيات اليوم بالنسبة لفريق نادي كاظمة تختلف. الكرة للأمام، يحاول مشعل، التدخل يأتي من عبد المحسن العجمي. يصارع مشعل، يحاول مشعل، ما زالت لكاظمة في محاولة.
ما زالت وصلت إلى مشعل الشمري لكاظمة. المحاولة، المبادرة، التصويبة من مشعل لكنها مرت. كان بإمكانه أن يمرر أيضا لزميله سكاري. المباراة ما زالت منتصر السهل الممتنع. تصويبه، الله الله على ردة شوف الكرة التمريرة بعد ذلك تصويبة من مشعل الشمري، لكن لأن هيكل الشيخاوي ترك أرضية الملعب. كرة تعود كظماوية الآن. مشعل يحاول، الشمري من أمام مشعل والله ربما يعود للفار حكم المباراة، ربما يعود للفار. للعشق راحوا للنادي اللي يقدم كل يعني الجمال في هذه المواجهة بحثا عن ثالث الأهداف، لكن مبارك الحربي يأبى. كاظمة قد صحى بعد الهدف الأول، وهنا تسديدة مشعل الشمري اللي كانت قريبة من تسجيل هدف ثالث قد على قط مساحة، ومن ثم المنتصف هنالك القيسي، نقلة إلى مشعل، ومن ثم تسديده، المحاولة القيسي، الله. الكرة هاشم نجيب مقطوعة، كرة بتمر لمشعل الشمري ناحية اليسار. مشعل الشمري بيحاول بجهة اليسار انطلاقة، لكن تدخل وقرار من حكم المباراة بوجود خطأ. نظيفين، أو عفوا فاز النصر بنتيجة هدفين نظيفين. سجل السابق فهد الفهد أيضا سجل 68 هدف. هذا الخطأ لمشعل الشمري. نتحدث عن ناصر في هذه اللحظات. شفت التدخل الواضح من إبراهيم الظفيري. مباراتين على التوالي ما يسجل أي هدف في المباراتين الماضيتين. هنا أيضا بطاقة صفراء ثانية على عبد الله الجزاف لاعب التضامن. هذا التدخل من الجزاف لاعب التضامن السابق، أكثر اتزانا، أكثر صلابة. وهنا الخطأ يأتي والبطاقة طبعا نيوكولا دابونوفيتش في إشهار البطاقات الصفراء. وأدار الموسم الماضي أيضا مباراة بايرن ميونخ الألماني، مباراة اللي فاز فيها تصل الكرة في الجهة اليسرى. محمد عنتر يصل، يحاول، لا زال يحاول من الجهة اليسار، لكن تدخل قوي جدا كعنصر المفاجأة. هذه اللقطة الماضية شاهدة من كل الزوايا، لقطة فيها تدخل موجود واضح بالنسبة من جميع الزوايا، واضحة وقريبة جدا من حكم اللقاء سعود السبحان، يحصل من خلالها كاظمة على توقيع فهد حمود في ذلك اللقاء. هدف كان من المدافع، لكن تقدم الآن في الجهة اليسرى وضامن السابق. شوف كرة الشمري تقدمه في الكرة الماضية وخطأ قسلي إلى شامان إلى الشمري، ما فيها، يحصل على خطأ من 90. بطل كأس الأمير 6 مرات، بطل كأس الخليج 87 94، نجوم كبار، حمود فليطة، حاتم مرجان.